السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. كل سنة وانتم طيبين ويقعد عليكم الايام بخير. النهارده 3 شعبان. يلا كده ايه رمضان نهل علينا بقى بخير وكده ان شاء الله. كده نحضر بقى ايه، خازين بقى بتاع رمضان الكرنب ده اللي نقدروا عليه دلوقتي ان احنا نخزنوه. اكتر من كده مش هنقدروا نخزنوه حاجة تانية. الكرنب ديت الواحدة ب10 جنيه، وجبت 3 عشان خاطر ايه احطهم في التلاجة واشيلهم واحطهم في الفريزر بقى ايه، عشان معوز اشتري كل شوية وعاوز ايه ان انا اشتري ويطلع الكرنب الصيفي وايه ويبقى طعمه مش حلو. ده كرنب شتوي ماشي، عشان خلاص كده ايه قرب الشتوي يخلص ويخش بقى علينا كرنب الصيفي. الحقيقة بقى خزنينك بقى حبة حلوين كده ايه، وحضري نفسك بقى لرمضان، وان شاء الله يجي علينا بالخير ويفك علينا الهم والغم وايه والغلاء والوباء اللي احنا فيه. ربنا يستر علينا ان شاء الله ايه جميعا. كده نصلي على سيدنا محمد كده قبل ما نبدا. ندوسوا لايك وشير وسبسكرايب وادفعوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل فيديو جديد. ودوت احنا حطينا ايه بقى، حطينا ميه سخنه عشان هنسلق فيها الكرنب دوت، وهنحطه في الفريزر ونحطه في اطباق ماشي. كده طبعا ايه نحط بقى نحضر حاجتنا دي، ميه سخنه سايباها تغلي عشان خاطر الكرنب يطلع الغازات اللي فيه وما يخليش بطنك توجعك ولا اي حاجه. والكولون وكده نحط معلقه ايه كمون، ودي يعتبر مادة حافظة اللي انا هحطها دلوقتي. المعلقة دي معلقة سكر. سكر ايه السكر ده بيقولوا عليه مادة حافظة للكرنب، يعني ان هو يعيش معاكي ما يبقاش ايه مجلد ولا يطرى ولا يخزز معاكي، يبقى ايه ميبقاش مجلد. دي كده يبقى ايه زي ما كأنك حطاه اول ما تطلعيه كأنك لسه حطاه دلوقتي. فاهمة قصدي ايه؟ هو بس ايه معلقة صغيرة كده ايه على المية دي كلها، متكتريش عن كده. دي طبعا مادة حافظة للكرنب لما تحطيه في الفريزر وتحطيه ايه على ان هو يتفرز هنا عندك. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. نجيب بقى الكرنبايه حلوه دي المدوره المدملكه دي، هنفكها بقى ايه من الراس بتاعتها. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دي الحاجه الوحيده اللي نقدر احنا نخزنها اليومين دول. بطاطس بدك رخيصه، بطاطس ب5 جنيه، بطاطس الكيلو ب5 جنيه، والطماطم هي اللي غاليه شويه. نسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. فكي كده عدل شدة بس ايه عشان خاطر تبقى لسه ناشفة، عايزة اظبطها من قلبها كده. استنى اجيبها الحتة دي كده اهو. استنى فك كده، فك من تحت. طبعا انت تدخلي السكينة وحاسة باللي انت بتقطعيه جوه. عايزين نعمل لها نقرة كده ايه نعرف نسحبها منها. ايوه كده طلعت بسهولة اهي، شايفين؟ كرنباية جميلة وورقها مسكر وجميل، تتاكل نية. شايفين كده قلبها كده ايه خلاص كده. طبعا المية على النار قربت تغلي، شغل بس الشفاط. نحضر بقى ايه الورق ده، هنجيب المية كده، هنجرب ان احنا ايه هننزلها جواها، هتيجي جواها ولا لا. طبعا كبيرة كده، كبيرة هي ما شاء الله. الكرنباية كبيرة ب10 جنيه، خدتها من عند راجل. جبت من عنده بقى، كنت الاول كنت بجيب التلاتة ب10، دلوقتي بجيب الواحدة ب10. مش مشكلة. كده قطعت نصها نصين كده، وهنزل نصها في المية. نصها في المية لسه تحطي ورقة ورقة، او كنت احط ورقة ورقة، لكن دلوقتي احط نصها في المية. وقت بتحبي تطلعي تاكلي، تعملي تجيبي اكل، تجيبي مش عارفة ايه، هتطلعي كيس كرنب كده تقطعيه وتحطيه في الغدا. هتعملي فطار، هتعملي اي حاجة عندك، حد جايلك. طبعا في رمضان ده طبعا محدش هيجي لحد، هنتربسوا باب نعمله دعوة كده عامة عدم دخول اي حد في رمضان، عدم الزيارات. الدنيا غالية والدنيا بقت صعبة ايه على الكل، مش مشكلة ما علينا، خلينا في اللي احنا فيه. نحط ايه الكرنباية تتسلق بس، تاخد بس ايه سخونية المية بس، مش عايزاها تتهري، سخونية المية بس. حط بقى طبق كده، ده طبق ليه الطبق بتاعه تحت،
مصفى، ليه الطبق بتاعه تحت، بحطه كده عشان اطلع بس ايه، خلاص بس ايه انا اديتها سخونية بس، مش عايزة اديها غلوة كتير. لما تحطيها في الفريزر ما تديش غلوة كتير، دوبك تشم النار بس، عشان ما تتهراش منك ويبقى معجن معاكي لما تيجي تطلعيه، يشم النار بس. نمسك كده بقى النص بقى، شايفين بقى ايه دبل وطرى ازاي، طرى ازاي شايفين، ده النص اللي احنا حطيناه. هحطه وانا بقى ايه هتسلى عليه بقى واحده واحده، واطلع كده ايه افصص فيه بقى عن مزاجي بقى. في ناس تحطه كده زي ما هو كده بالميه على الفريزر على طول، انا مبحبش كده، بيبقى مش حلو خالص، بيطلع بقى تقطعي فيه هو بعد ما يتحط في الفريزر بيبقى عامل زي العجين. احط بقى النص التاني، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. سمي على حاجتك كده وانت بتحطي حاجة، تسمي عليها يطلع فيها الخير والبركة، تقعد معاكي في وقتها طويلة. لازم تسمي على حاجتك كده وانت بتحطيها. سيبها بقى تاخد بقى ايه كاسات المية السخنة كده، تكسرها وتدبلها وهي ونشيلها على طول، ما نسيبهاش على النار كتير زي ما انتم شايفين كده. انا بوريكم واحدة واحدة، مش عايزة اسرع معاكم الفيديو عشان حاجة تبقى قدام عينيكم وانا بعملها ازاي. زي ما انت شايفة كده، اصفر عليها شوية عشان انت لما تحطيها ساقعة بتبرد معاكي المية شوية. ماشي، نقلبها بس كده بالمعلقة، نحركها الجنب التاني، نزل بس الجنب ده كده كله يشرب ايه من سخونية المية كده، ايه نغطي بس ايه عشان كله اللي فوق ده يستوي معاكي كمان، تغطيها بجنبك عشان ما تفورش منك وتتكب على البوتاجاز زي ما انت شايفة كده. صليتوا على النبي، بصي لايك بقى حلو بتاعك بقى وقلب كده جميل زيك. لو انت على اليوتيوب خشيلي على الفيس واعملي ايه وتابعي مع قناتي على الفيس، هتلاقي فيها اكلات تانية مختلفة ووصفات كتير 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 مختلفة عن اليوتيوب نهائي. طب صفحتي ايه على الفيسبوك طبخة سهلة مع شيماء، هتلاقي كده ايه كرتون كده، واحدة كده طباخة لونها بنفسجي كده في ابيض، و هي دي الصفحة بتاعتي. نحضر بقى ايه نقطع لما التاني يستوي، مش هطول معاكم بقى ايه وانا هفضل اسوي واحدة واحدة، لان هوريكم ازاي انا بقطع وبفرز. ازاي تقطعي من عند العنقود كده، تشيليه وتبرمي، تقطعي مع عنقود. طبعا هتبقى سهل عليكي تسحبيها، تقطعي العنقود الناشف ده وتبرميها على وضعها كده، بدل ما تقطعي حتت صغيرة، قطعي حتت صغيرة وانت بتعملي الاكل، تبرميها كده برم كده، برم كده، وتجربي تقطعي وتيجي تحطي وقت الاكل بتاعك، هتيجي تطلعي ايه البرمة دي وتفكيها بايدك كده وانت بتحشي، هتبقى معاكي ايه وطي سمك الكرتون ده. حطي بقى ايه، انا طبعا هجيب اطباق بعد ما اخلص الكميه دي، احطهم في اطباق وارصهم في اطباق ايه فل كده، احطهم في التلاجة زي ما انت شايفه كده. وده الموسم بتاعه خلاص قرب يروح، خلي بالك روحي اشتري وجيبي وخزني، جيبي وخزني على طول متستنيش كده. ايه نحطهم كده، ناخد كده ورقه نقطع بس العنقود بتاعها بس، وتحطيهم على اتنين وتطبقي وتشيلي، على اتنين وتطبقي وتشيلي. دي الحاجة الوحيدة اللي هنقدر نخزنها في رمضان. في بدك الفراولة نازلة، لو انت مقدرتك تجيبي فراولة تجيبي وحطيها في الفريزر بدك، انا بدك اشتري حبة واحطهم معاكم في الفريزر زي ما انتم شايفين كده. نحط كده نسمي الله ونحط. الدنيا غالية والدنيا صعبة على كل الناس، بس الواحد ايه اللي بيقدر على حاجة يعملها. الواحد مبقاش يعرف يصور زي الاول والله العظيم، مبقاش عارفة اصور زي الاول. الحاجة كنت كل يوم اعمل وانزل، كل يوم اعمل وانزل، دلوقتي بقى ايه انزل فيديوهات متعادة، انزل فيديوهات آه، حاجات خفيفة كده هي بسيطة ومش كتير، وواحد ربنا يعين الناس بقى على حالها.
بس هنعمل ايه بقى، ايه الدنيا ماشية الحمد لله، احسن من غيرنا كتير كتير كتير. الحمد لله نقدر نجيب ونقدر ناكل ونقدر نشرب ونقدر الحمد لله على كل حال. وهنكمل بقى ايه بقية الكل اللي احنا بنعمله. طبعا بتقطعيها على النصين وتحطيها على النار. مش عايزة اطول معاكم الفيديو عشان تبقى وقتكم ايه معايا بسيط. انا خلاص هو الفيديو اصلا مش طويل، الفيديو مش طويل، بس ايه عشان خاطر بس المية شغالة معايا قلت بس اوريكم بقى ايه الجزء ده بس. وادي الجزء التاني اللي هي اتبقت منها. وادي كده ايه احنا التقطيع بتاعنا. جيبي واعملي في بيتك وخلي بيتك عمران بالخير. حتى لو حاجة بسيطة جيبي واحدة في واحدة في واحدة، كل فترة كده تجيبي واحدة هتقعد معاكي وبقى تلاجتك مليانة اكل. جيبي اي حاجة وحطيها، شوية كرنب، جيبي شوية طماطم لما ترخص جيبي طماطم. جيبي عندك لو عندك بتعملي عصير برتقان اعملي عصير برتقان وحطيه في التلاجة. الحاجات اللي هي ايه رخيصة تقدري متوفرة ليكي بالنسبة للميزانية جيبي وحطيها في الفريزر. يجي عليك وقت رمضان عايزة تجيبي عصير تجيبي حاجة يبقى الحاجة ايه متوفرة معاكي انت تعمليها بدل ما تشتريها من بره. زي ما انتوا شايفين كده نقطع بس ايه السخن ده عشان ما تتهراش جواها وراس تلزق فيها. زي ما انتوا شايفين كده نقطع بدك زي ما قلت لكم نبرم ونقطع ونحط في الطبق، نبرم ونقطع ونحط في الطبق. ابرميها برمي كده برم. انا بس ايه هسرع معاكم فيديو شوية عشان وقتكم. تبرمي وتشيلي العرق وتبرميها وتقطعي. طبعا بقت سهلة وبسيطة وتطلعي من على النار وحطي على طول زي ما انت شايفة كده. قطعي وابرمي قطعي وابرمي كده ايه. ادي كده التانية شغالة. نحطهم بقى كده في الاطباق زي ما انت شايفين كده. تحطيهم كده ايه جنب بعض كده بالطول بالعرض زي ما انت بتحبي تحطيهم اعمليهم. انا حطيت كمية كبيرة اوي في الطبق وخلصت 3/4 الكمية اللي انا بعملها بسلقها، ولسه في كمان واحدة كمان لسه مخلصتهاش. بس انا قلت عشان مطولش عليكم اكتر من كده قلت اوريكم ايه بيتفرجوا ازاي. حطيتهم. عندك بقى اكياس بلاستيك عندك استرتش انت اللي يريحك اعملي بيه، بس انا عندي اكياس بلاستيك انا هحطهم فيه عشان ايه الاسترتش عندي خلاص. زي ما انتم شايفين كده. حطي الكميه بقى اللي انت هتستعمليها بقى. تحطي حبه صغيرين. عندك اطباق صغيره اللي هي اربع او الانصص دي الاطباق دي بتعمل اللي هي الكيلو ماشي. وترسين جنب بعض عشان متقطعهمش وانت بتسحبين. بس الاطباق كده قدام بعضيها كده واحده واحده بس كده ايه قدام بعضيهم حسب الكمية اللي انت تحتاجيها وهتطلعيها لغداكي. طبعا كل واحدة ما الفرول يقول على 2 يعني ان واحدة هتعمل معاكي اكتر من 5 6 ورقات. إيه لفة ايه صبع محشي. نحط بس كده كويس اتأكدي بس ان هما مش ملزوقين في بعض عشان تيجي تطلعي ما يبقاش معجنين معاكي ولا يتقطعوا منك. وتسيبيه يبرد خالص ما تحطوش هو سخن في الفريزر، لازم يكون بارد. عشان كده حطها كلهم في طبق وسبتهم ايه لحد ما بردوا خالص وبعد كده نحطهم في الفريزر زي ما انتم شايفين كده. وكده ايه واحدة واحدة على المالك وتحطي زي ما انت شايفة كده ونرصهم واحدة واحدة على اقل من مهلك. يوم مثلا مش هتاكلي ايه ولا تعملي ايه يبقى عندك الكرنب كده جاهز على الحشو على طول. عايزة تحطيه في الفريزر هو محشي بالرز والخلطة برضك دي ايه برضك حاجة كويسة برضك انت تقدري تعمليها. بس ما شحكيش كده قوي عشان الرز بيدوب مع التلج ميبقاش ايه زي الطازة بالظبط.
انت ايه لو انت ليكي ان انت تعملي تفرزي والكلام ده، ينفع برضك معاكي مشروع حلو برضك انت تفرزي وتبيعي برضك للناس الحاجة جاهزة وعلى ايه، على الحشو على طول. ينفع معاكي مشروع حلو برضك اعملي كميات كبيرة وتبيعيهم برضك ويبقى ايه رزق ليكي برضك ويبقى حاجة كويسة دخل ليكي كويس زي ما انت شايفة كده. شوفي بقى توزني بقى بالميزان، توزني بقى كيلو، توزني نص، توزني ربع، حسب ما الكمية تاخد معاكي. كده انا خلصت كل الكمية اللي عندي في الاطباق، وانا وادك هصفيهم من المية اللي فيهم بعد ما يريح شوية، عشان كده هينزل مية بدك ايه مطرح ما انا ايه كنت بحطه واغلفه. شايفين المية اللي بتنزل من ايديا من الطبق الاخضر التاني الكبير، زي ما انتم شايفين كده. كده خلصت كل الكمية اللي معايا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عامله معايا كمية حلوة، ولسه كمان في كرنباية تانية لسه هعملها، وفي لسه ما اتخلصتي زي ما انتم شايفين اهو في الطبق التاني مليان. انا بقى خلاص بقى على مهلي واحدة واحدة، بس انا ايه مش هطول عليكم، واديتكم الخلاصة اللي انا هعملها، وفيديو ان شاء الله يكون بسيط وعجبكم. ويلا بينا ايه حد بقى جهزوا الحاجات رمضان فاكهة بقى، إيه كرنب اللي انت عايزاه اعمليه، حاجة متوفرة في ايديكي اعمليها. ولسه كمان على النار، ولسه كمان بصي، ده لسه كله انا هعمل على مهلي واحدة واحدة. كده خلصنا الفيديو، اشوفكم في رعاية الله، اشوفكم في رعاية الله، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. ودي كده حاجة بسيطة كده ايه من انا هعمله، وان شاء الله يكون عندكم الخير كله باذن الله، وربنا يعود عليكم ايام بخير. كل سنه وانتم طيبين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.